يمتد المغرب كلوحة فنية رسمتها الجغرافيا بدقة وإبداع. المغرب ليس كأي بلد، موقعه الجغرافي يجعله نقطة التقاء بين إفريقيا وأوروبا، بين المحيط الأطلسي غربا والبحر الأبيض المتوسط شمالا، يحده من الشرق الجزائر، ومن الجنوب موريطانيا، ومن الغرب يهمس له المحيط بسلامه الأزلي. تبلغ مساحة المغرب حوالي 710,850 كيلومترا مربعا، ما يجعله واحدا من أكبر الدول في شمال إفريقيا. فقط للمقارنة، إن نظرت إلى جاره تونس فستجد مساحتها لا تتجاوز 164 ألف كيلومتر مربع، أي أن المغرب يفوقها بأكثر من 4 مرات. أما البرتغال التي تبدو قريبة منه عبر الضفة الأخرى فتبلغ مساحتها نحو 92 ألف كيلومتر مربع فقط، أي أن المغرب أكبر منها بقرابة 8 مرات. بل حتى إذا نظرنا إلى بعض دول آسيا مثل كوريا الجنوبية ذات الاقتصاد القوي، نجد أنها تبلغ نحو 100 ألف كيلومتر مربع فقط، وهذا يعكس مدى اتساع رقعة المغرب وتنوع تضاريسه ومناخه. أما عدد السكان فقد تجاوز في السنوات الأخيرة 38 مليون نسمة، مما يجعله من أكثر الدول الإفريقية سكانا. فمثلا إسبانيا جاره الأوروبي، والتي يبلغ عدد سكانها قرابة 48 مليون نسمة، أو مع دولة تونس المجاورة التي يقطنها حوالي 12 مليون نسمة. ورغم الفروقات السكانية، إلا أن ما يميز المغرب فعلا هو تنوع مجتمعه بين الأمازيغ والعرب، بين ساكني الجبال وساكني الصحراء، بين أهل المدن القديمة والقرى البسيطة. تنوع يعكس عمق التاريخ وتعدد الهويات التي شكلت هذا البلد العريق. الموقع الجغرافي للمغرب ليس فقط مهما من الناحية الجغرافية، بل هو أيضا بوابة استراتيجية بين العالمين العربي والإفريقي وأوروبا. ميناء طنجة المتوسط مثلا يعد من أكبر الموانئ في إفريقيا ومن بين الأكبر في حوض المتوسط، وهذا دليل على الأهمية التي يلعبها المغرب في حركة التجارة العالمية.